لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. رسميا صفقة القرن تهز الجماهير النادي الأهلي فرحا. الأهلي السعودي رد خطف نجم برشلونة الكتالونية. أن نادي الأهلي تقدم بعرض ضخم للتعاقد مع فيرمين لوبيز لاعب وسط برشلونة في خطوة قد تغير شكل الصيف داخل أروقة كامب نو. وبحسب التقارير فإن برشلونة لا يمانع مناقشة العرض، بل يرى في الصفقة فرصة لتحقيق دخل يساعد على تجاوز الأزمة المالية التي تتقيد تحركات النادي في سوق الانتقالات. ورغم أن فيرمين ليس من العناصر الأساسية إلا أنه كان حاضرا بقوة في حسابات المدرب هانزي فليك، مما يجعل موافقته من الرحيل غير محسوم بعد. النادي الكتالوني ينتظر قرار اللاعب نفسه إذا لم يبدأ حتى الآن رغبته في المغادرة، بل لا يزال يسعى لإثبات نفسه داخل الفريق الأول. ومع ذلك يبقى عرض الأهلي واحدا من أبرز العروض الرسمية التي وصلت هذا الصيف، وقد يكون متفتحا لمعادلة صعبة بين الحاجة للتمويل والطموح الرياضي. وهذه الصفقة تعيد فرحا على جماهير النادي الأهلي السعودي، وطلبوا الإدارة بالسعي وراء اللاعب لإقناعه. ووسط النادي الأهلي فيرمين لوبيز لاعب وسط برشلونة